اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم فيه دلوقتي لو احنا معانا المنتج وعايزين نعمل فيديو بروفيشنال ليه، واحنا معناش لا ماتيريال ولا معانا المنتج، والمنتج اصلا على سبيل المثال في الامارات واحنا موجودين في مصر. هنعمل ايه؟ في الفيديو ده هنشرح فيه ان شاء الله خطوه بخطوه. في البدايه طبعا هندور على المنتج اللي احنا عايزين فيديوهات ليه. فاللي هنعمله هنخش في الوقت الحالي على موقع اي كومبو، نعمل تسجيل دخول، وبعدين ندور مثلا على منتج نعمل عليه، وليكن لعبة السلطعون للأطفال. في البداية طبعا لو احنا في أي موقع من المواقع اللي احنا مشتركين فيها هيكون عندنا كلمة ملفات المنتج. هنخش على ملفات المنتج وهيظهر لنا تفاصيل خاصة بيها زي الصور اللي موجودة والفيديو اللي موجود. تعال نشوف الفيديو اللي موجود في الموقع هنا. وطبعا هو ده الفيديو، تمام. زي ما انتم شايفين ده فيديو خاص بالمنتج الشركة بتوفره، بس طبعا انا مش جاي النهارده عشان اقول لكم المعلومة دي بالتأكيد، لا. دي طبعا ما بتكونش كواليتي عالية، واحنا طبعا في الاعلانات مهم جدا كواليتي الفيديو، ان احنا محتاجين الفيديو اللي احنا هنعمله او هنكريته يكون حاجه قويه جدا بفويس اوفر قوي جدا، بحيث يجذب الناس ويخليهم فعلا يخشوا على الويب سايت بتاعنا. فطبعا في البدايه احنا عشان نجيبوا منتجات نجيبوا الفيديوهات للمنتجات دي، ففي الاغلب مش هيكون عربي، لان كعربي مش منتشر عندنا الثقافه دي. فهنشوف اسم السلطعون زي كراب وهي للاطفال. فاول حاجه هنعملها هنخش على التيك توك. اول ما نخش على التيك توك كل اللي عايزين نعمله دلوقتي ندور على فيديوهات خاصه للمنتج. فزي ما قلنا هو كراب، فاحنا مثلا هنكتب كيدز كراب ونعمل سيرش. هنشوف هل فعلا المنتج ده منتشر بره ولا لا. زي ما انتم شايفين ادي فيديو، ادي ده تاني، ادي تاني فيديو معانا، والفيديو اللي احنا يعتبر محتاجينه ما شاء الله 5 مليون فيو، فده يعتبر هيكون مفيد جدا لينا. فطبعا عايزين نحمل الفيديو ده من غير ووتر مارك، فالموضوع بسيط جدا، ان احنا ناخد اللينك كوبي ونيجي نكتب تيك توك داونلودر. هنخش مثلا على اول واحده وهنحط اللينك بتاعنا وهنعمل داونلود. هيبقى عندنا تو اوبشنز، without موتر مارك عادي و HD و MP3. فخلينا نحمله عادي دلوقتي، يفضل HD بس عشان اعلانات والاعلانات ما بتكونش كويسه، فيعني تمام. ادي معانا اول فيديو، وهنشوف دلوقتي ان اسم المنتج ده كرولينج كراب، يبقى احنا هنخش على الهاشتاج ده الخاص بالمنتج. تمام. هنلاقي ان المنتج ده ليه اكتر من 4255 فيديو، فاحنا عايزين ناخد اقوى فيديوهات عشان هنعمل لهم تجميع بفويس اوفر بترانزيشنز كويسه. كل ده ان شاء الله هنعمله دلوقتي. ده اللي حملناه، ده مثلا كويس، 1000 لايك و12 كومنت وفي كومنتات كويسه، وده يعتبر اللي احنا محتاجينه. تمام. تيك توك داونلودر، وهنبدأ نحمل الفيديو التاني. يعني يفضل 3 فيديوهات، احنا عايزين ماكسيموم عندنا من 30 ل 60 ثانية، مش عايزين اكتر من كده، ويفضل لو اقل لو في فعلا فاليو كويسة. without water mark. ادي الفيديو التاني، هناخد اخر فيديو بس معانا، وطبعا يفضل تجمع اكتر من فيديو، مثلا ده ناخد كوبي، نرجع تاني نحمله، insert link، نعمل داونلود without water mark. ودلوقتي بقى معانا داتا كويسه للفيديو. طب دلوقتي بعد ما حملنا الفيديو ايه الستيب اللي بعد كده؟ الستيب اللي بعد كده هنفتح برنامج مونتاج زي مثلا كاب كات. انا برشح كاب كات لانه بسيط وفي اللي انت محتاجه، ان انت مش شغال مونتاج فيديو، انت مش دي وظيفتك. انت كل اللي انت محتاجه ان انت برنامج كويس تبدا تنفذ عليه اللي انت عايزه. انت عايز دلوقتي تحط الفيديوهات مع بعض،
تحط ميوزك او فويس اوفر، يبقى في ترانزيشنز ما بينهم، يبقى تعالي تحط فلتر، تحط كلام بخطوط، كل الكلام ده كاب كات بتوفره وبسيط يعني. لكن لو انت طبعا شغال مونتاج ادوبي بريمير وكده فدي بتاعتك انت يعني. تمام، هنبدا دلوقتي ناخد الفيديوهات اللي احنا جبناها، نحطها ادي 1 ادي 2 ادي 3. اول حاجه هنعملها نخش في موديفاي هنا اوريجينال، عايزين المقاس بتاعنا الخاص للتيك توك اللي هو من 9 الى 16. تمام، وهنسميه كراب مثلا فيديو 1 ونعمل سيف. وبكده بقى عندنا الثلاث فيديوهات والمقاس بتاع التيك توك. هنبدا نضيفهم، وعلى سبيل المثال نشوف الفيديوهات بتاعتنا. ده 15 ثانيه 41 13، يعني كده كده هنقص ما بينهم. مثلا ده كبدايه. تمام، مش عارف صراحة الصوت هيكون موجود ولا لأ، بس بالإحساس يعني مثلا في هنا داخل فيها بيتس اللي هو كلاب، فاحنا محتاجين مثلا لحد هنا والبيبي بيضحك. عايزين أهم حاجة في البداية يكون فيه هوك. إيه الهوك ده؟ الهوك اللي هي أول 3 ثواني حاجة تشد، إن دلوقتي والناس بتسكرول على التيك توك او الانستجرام او على اي بلاتفورم انت بتعمل عليها اعلانات، في حاجه هتشدهم. ايه هم الامهات اللي هيشدهم؟ ضحكه الطفل بتاعهم. فاحنا هنقص الحته دي ونخليها في الاول نتفرج عليها. بعد كده دخلت المنتج اللي هم بيعملوا عليها. تمام ماشي، ممكن نرجع من هنا. ممكن اشرح لكم الكاب كات، بس يفضل تتفرجوا على ملخص ليها على اي تشانل على اليوتيوب، وهبقى اسيب لكم في الديسكريبشن تحت تشانل كويسه بتشرح فيه الادوات بتاعتهم عشان وقت الفيديو، واحنا اهم حاجه عندنا في الوقت الحالي ان احنا نعمل الفيديو. فشوف الشرح بتاع كاب كات وارجع هنا كمل معايا. تمام، احنا يعتبر هنقص من الاول هنا وهنحط دي كده في الاول نتفرج عليها. تمام، انا يعتبر لازمني من الفيديو ده الحته دي. بعد كده مثلا هجرب الفيديو التاني. تمام، يعني ممكن عشان فيديو فتخليها لحد هنا. بعد كده نضيف الفيديو التالت. مثلا من اول هنا بحيث دخلت الاطفال. تمام جدا، نشيل الجزء ده ونبدا نشوف من الاول هتبقى عامله ازاي. تمام، كويس جدا. يعني وصلنا 15 ثانية، أنا ممكن أقف عند 20 ثانية تبقى كويسة جدا. بس بعد كده احنا طبعا مش عايزين الصوت اللي موجود، لأن بيبقى هنا في مثلا صوت شخص بيتكلم وهنا صوت ميوزك، فاحنا هننزله كل ده بحيث يبقى الفيديو كامل بدون أي صوت. وفي الوقت الحالي احنا معانا طريقتين نعمل بيهم الفيديو، بمعنى يا اما نضيفه ميوزك هنا يا اما نضيف فويس اوفر. طب لو هنضيف ميوزك في كاب كات عند اوديو هيبقى فيه موسيقى كتير جدا. يعني مثلا لو كتبنا فور ادز او ادز مثلا بحيث يبقى نعرفه، واتمنى ان صوت كاب كات يكون شغال يعني عامة. مثلا ده صوت موجود معانا. نوطي بس الصوت شوية بحيث ما يكونش فيه ازعاج للمشاهدين. تمام،
طالما اخترت ان انت تعمله ميوزك، في الوقت الحالي محتاج طبعا تهتم بالكلام، ان انت هنكتب دلوقتي على الفيديو، لان خلاص هو الميوزك اللي موجوده هو شايف وهو مندمج مع الميوزك، وفي كلام هو بيقراه او هي بتقراه، لان في الاغلب استهدافنا مثلا لمنتج شبه ده هيكون امهات. فهنيجي عند تكست هنا، نعمل ديفولت تكست كهوك. في الاول نشوف في المنتج عندنا ده مثلا يمشي يتحرك، تتحرك وظيفتها تجنب العوائق لجذب تشجيعهم على الجري والامساك. شجعي طفلك على الجري مثلا، و يتفاعلون من ويساوون الأطفال يمكن تمرينهم المهارات. تمام. شجعي طفلك مثلا، على النشاط والحركة. هو هيجري ورا السلطعون ده بقى، فاهم قصدي؟ مثلا نختاروا الفونت ده، اتفرجوا عليه هيبقى عامل ازاي. تمام. هنخليه بولد مثلا، وعايزين نحط شادو وراه ونقسمها. مثلا شجعي طفلك على النشاط والحركة، نخلي فيها 2 سبيس. تمام. ممكن نقسمها ل2، بمعنى ان مثلا ممكن نعمل شجعي طفلك، نخليها مثلا باللون الاصفر بحيث يبقى هو ده المهم عندنا. شجعي طفلك كويس جدا، ونعمل ده ديبليكيت، نعمل كوبي بيست. بعد كده نضيف على النشاط والحركة لون ابيض. تمام. والشادو موجود وهنحطه تحتيه كويس جدا. في حركة دايما بفضلها، ان احنا ممكن في جوجل نحمل شادو PNG مثلا. دي ايه وظيفتها ان احنا هنضيف الشادو ده في الفيديو تحت، بحيث هيكون في ظهر الكلام، بحيث ان الكلام يكون ظاهر بشكل كبير، يبقى اهتمام الناس عندنا في الوقت الحالي على الكلام. تمام. هنحمله من PNG 3. هيطلب مننا ان احنا نعمل ساين ان بجوجل، مفيش مشكله. ساين ان كويس جدا. خلاص هنحمله PNG. شكرا، مش عايزين اي حاجه من الكلام ده. شكرا. داونلود PNG. تمام. دي 15 ثانيه يعني، حصل خير. لازم برضو نستنى شويه برضو، مفيش حاجه ببلاش. تمام. هنضيف دلوقتي الشادو ده فوق الفيديو. نضيف كده، نطلع شجعي طفلك كده هنا على الحركة. تمام. ده الشادو معانا. هنبدأ ننزله تحت كده، بحيث برضو مش عايزين الفيديو يكون في أي مشكلة. تمام. بس. وشجعي طفلك هنا، عليها كويس جدا. نخلي مثلا شجعي طفلك دي فوق سيكا. تمام. على النشاط والحركه. وبعد كده ندي انيميشن، مثلا انيميشن من هنا اللي احنا عايزين مثلا تظهر بالشكل ده على النشاط والحركه. تمام. ونخليها لو زوم ان مثلا، خليها تايبين كويسة. وشجعت طفلك تسيبها زي ما هي، يبقى بس. تمام كده أول حاجة على النشاط والحركة. وبعد كده طبعا محتاجين بقية الوصف، ان احنا محتاجين نكتبه كل الكلام ده. نخلي بس الشادو لحد الاخر هنا. وبعد كده خلاص لو احنا استقرينا ان الكليب ده اللي هو ال3 فيديوهات هو ده خلاص الاساسي،
هنعمل سيلكت عليهم، بعد كده ايه كرييت كومبوت كليب، بحيث يبقى ده خلاص كليب واحد نقدر نتحرك بيه ونقلله ونصغره وكل حاجه. لو استقرينا، ما استقرناش نخليه زي ما هو، وبعد ما نستقر نعمل ايه الكرييت للكليب. فتمام تمام. بعد كده طبعا هناخد شجاع تفلك الاصفر هنخليه للحاجات الهوك اللي هي المهمه، والباقي هيكون اللي هو الابيض اللي هو للوصف العادي. شجاع تفلك على النشاط والحركه، بيساعد على تقويه الذهن مثلا. فخلاص نبدا نكتب وفي الاخر طبعا يعني مش هنطول عشان وقت الفيديو، بس كل اللي هتعمله خلاص ان احنا استقرينا على كل حاجه تمام. هنكتب بس في الاخر على سبيل المثال ان احنا بنقدم شحن مجاني. لو احنا بنقدم شحن مجاني، خليه بالابيض الصراحه مش هتفرق، على النشاط والحركه. شحن مجاني بلس دفع عند الاستلام. لو انت مثلا عامل خصم 50% او 40% او 70% برضه هتضيف. تمام. ده طبعا في الاخر اهم حاجه هوك في الاول، في ديسكريبشن في النص. طبعا الديسكريبشن ده طبعا هنجيبه منين؟ نستخدم شات جي بي تي، نشوف المنافسين، نشوف ايه الوصف بتاع المنتج ده. فده محتاج ريسيرش كبير. فعشان ما اطولش عليكم في الفيديو، لان لسه هنتكلم دلوقتي عن الفويس اوفر، فكل اللي هتعمله خلال الجزء ده اللي انا عامل له سيلكت في الوقت الحالي، نشوف ديسكريبشن للمنتج ونكتبه. وفي الاخر خالص ايه الاكشن اللي انت محتاج منه؟ شحن مجاني ودفع عند الاستلام. تمام. بعد كده مثلا لو احنا قلنا لحد هنا، وفي الاخر باللون الازرق، في الازرق اللي هو شجاع تفلك. ايه الاكشن اللي احنا محتاجين العميل يعمله؟ محتاجين العميل اطلب الان بخصم 50% وبس لفتره محدوده. لو ممكن تبقى تحت يعني او لا، يبقى في الدخله هتكون كده. تمام. وهنفضل نكمل في الفيديو ها لحد ما يوصل هنا. طبعا الديسكريبشن شحن مجاني ودفع عند الاستلام، اطلب الان بخصم 50%. وعادي ممكن نخلي الاكشن ذات نفسه ظاهر للعميل بحيث ياخد اكشن في ساعتها. كويس جدا. وبكده لو احنا هنشتغل بالميوزك يبقى احنا خلاص ان شاء الله الفيديو بتاعنا جاهز، وباذن الله هيحقق معاك كونفرت كبير جدا اللي هو تحويل للعملاء لما يشوف الفيديو على الويب سايت ان شاء الله كبير جدا. اهم حاجه تهتم بالثلاث نقط دول. الاولى هوك في الاول، ديسكريبشن قوي في النص، واكشن في الاخر. ده بالنسبه لو هنحط ميوزك تحت. طب لو احنا عايزين نحط فويس اوفر خليجي واحنا ما بنتكلمش خليجي، او الاكسنت بتاعتنا اكيد مش هتبقى مثلا بلهجه الاماراتيين، طب هنعمل ايه؟ هنفتح جوجل على موقع اسمه 11labs.io. تمام. فلو كل التابس دي، وبعد كده نبدا نحط الديسكريبشن بتاعنا. احنا قلنا مثلا الهوك في الاول شجعي، عايزين بس قبل اي حاجه معلش get started for free، عايزين نسجل في الموقع الاول، بعد كده نعمله ساين اب. وطبعا عشان سجلت قبل كده فدخل على طول. متشكرين جدا، حصل خير. المهم هنبدا دلوقتي نكتب شجعي تفلك على النشاط والحركه. هنا طبعا الاصوات اللي نقدر نختارها. احنا مثلا نختار الصوت ده، نعمل جنريت سبيتش. شجعي طفلك على النشاط والحركه. شجعي طفلك على النشاط والحركه. عايزين مثلا نشوف اصوات تانية. Yesterday's home runs don't win today's games. في صورة مثلا. The years teach much which the days never know. نجرب صورة مثلا. شجعي طفلك علي النشاط والحركة. لا، هي ريتشل في الأغلب هي كانت أنسب واحدة.
The greatest way to live with honor in this world is to be what we pretend to be. نشوف ليلي طيب. شجعي طفلك علي النشاط والحركة. بس عظيم جدا، لهجة يعني سعودي بس خليجية، يعني هي اللهجات ما بتفرقش كتير، أهم حاجة تبقى فيه الأكسنت الخليجية لو أنت هتستهدف السوق الخليجي. لو السوق المصري يعني الموضوع مش قصة، أنت ممكن تطلب منتج أو أنت تكتب فويس أوفر أو حد قرايبك أو حد تعرفه أو تعملها، يعني مش قصة يعني لو سوق مصري وأنت مصري. لكن لو خليجي يفضل طبعا إيه تستخدم هنا. في الفويس اوفر طبعا مش هنحط ميوزك اللي هي فور ادز، لا احنا عايزين حاجه باك جراوند، وممكن ما تعملش باك جراوند برضه. يعني مثلا لو حطينا الفويس اوفر هنا لازم نخليه مع الكلام، يعني زي ما انتم شايفين بس بالظبط اللاين هنا موازي مع الكلام والفويس اوفر. تشوف شجعي طفلك علي النشاط والحركة. كويس جدا جدا جدا. وممكن عادي نحط من ميوزك، نكتب مثلا باك جراوند ميوزك مثلا، بحيث يبقى فيه برضو ايه سن ميوزك في الخلفيه مع الكلام. وطبعا هنوطي الصوت للاخر خالص. شجعي طفلك علي النشاط والحركة. لا والله يعني من غير ميوزك انا شايف ان هي كويسه. هنعمل اكسبورت، والمكان طبعا الريزوليوشن نخليها 1080 وكده اكسبورت. وبارك الله فيما رزق. وبكده الفيديو بقى معانا ان احنا نقدر نعمل عليه اعلانات، وان شاء الله ما فيش اي كوبي رايت، لان انت يعتبر عامل تجميع وعامل شادو وحاطط كلام وحاطط فويس اوفر، فهو يعتبر الكوبي رايت بتاعتك انت. اهم حاجه بس الميوزك اللي هتحطها ما تكونش عليها كوبي رايت لو هتحط ميوزك. وبارك الله فيما رزق. توكل على الله واختار المنتج، ابدأ جمع واعمل فيديوهات. وطبعا انا بفضل ما نعملش كده، لو في امكانك توفر المنتج وتصوره بطريقتك وتعمل الكونتنت بتاعك انت وتشتغل بيه انت، ف10 على 10 وهتقدر ان انت تبدا فيه، تبدا تختار اللوكيشنز، تبدا تختار الفكره بتاعتك وتعمل اكتر من فكره. ده لو بامكانك، مش بامكانك اشتغل بالطريقه دي لحد ما تقدر تعمل النقطه دي. وبكده نكون خلصنا النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.